كلنا سمعنا عن فيلم هيجمع أحمد حلمي ومنى زكي مع بعض. بقالنا سنين ياما مستنيين فيلم يجمعهم مع بعض، وكل انترفيو بيطلع فيه الفنان أحمد حلمي بيقول إن شاء الله هيشتغلوا مع بعض، بس لازم تكون حاجة كويسة. ومنى قالت ما عنديش مشكلة بس تكون حاجة حلوة. واخيرا بعد طول انتظار هيتجمع الثنائي مع بعض في عمل. اتمنى ان العمل ده فعلا يتم تنفيذه وما يحصلش حاجة تعطل العمل. والفيلم هيكون باسم لسه حتة، ده من تأليف شريف نجيب واخراج احمد علاء، والمفروض هيبدأ تصويره الفترة القادمة. والفيلم هينزل ان شاء الله في صيف 2024. وكمان الفنانة منى زكي عندها كذا فيلم، عندها فيلم تاني اسمه لعب عيال. اتوقع ان الفيلم ده هيكون من اعلى الايرادات في السينما المصرية، بطولة الفنانة منى زكي والفنان الجميل كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز دلوقتي هو افضل واحسن نجم السينما في ال5 سنوات الماضية، ومعهم ايضا النجم محمد ممدوح. والفيلم من تأليف المؤلف احمد حسني واخراج طارق العريان. طبعا الواحد بيستنى فيلم من اخراجه لانه كل كام سنة كده بينزل بفيلم يكسر الدنيا. ان شاء الله الفيلم ده هيحقق نجاح كبير، هو وفيلم لسه حتة. والواضح ان الفنانة منى زكي والفنان كريم عبد العزيز هيعملوا افلام ياما الفترة القادمة. الفنان كريم عبد العزيز عنده ما شاء الله افلام هيعملها زي فيلم لعب عيال، وايضا في فيلم تاني من تأليف المؤلف احمد مراد واخراج مروان حامد. طبعا الاتنين اشتغلوا مع بعض في افلام ياما زي مثلا فيلم الكيرة والجن وفيلم الفيل الأزرق. والفيلم ده هيكون تحت عنوان الفرعون الصغير، وهينزل الفيلم في صيف 2025، يعني الصيف الجاي، لا الصيف اللي بعده. وهو ده الصح، ان الفيلم ياخد وقته كله في التجهيزات عشان يطلع يتقدم بالشكل الصح. وكمان الفنان كريم عبد العزيز عنده مسلسل الحشاشين، ده ان شاء الله هينزل في موسم رمضان الجاي 2024.